السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. انا مصطفى ودي سوردي. فيديو النهارده هيبقى عباره عن تجربه شخصيه ليا، انا اللي كنت بعملها الاسبوع اللي فات او بالظبط في خلال 10 ايام اللي فاتوا دول. كل سنه وانتم طيبين قبل اي حاجه، ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. هحكي لكم النهارده عن ازاي عملت 10000 جنيه 10000 جنيه اهو 10000 جنيه، وهقول لكم النهارده السر بتاعي. انا عملتهم عن طريق 1 اكس بت. لا والله بهزر، ده انا عملتهم عن طريق الفوركس تريدنج. وانزلوا تحت فجروا الكومنتات عشان تاخدوا الكورس بتاع الفوركس بتاعي ببلاش، وهديكوا كمان سكريبت الطياره وسكريبت التفاحه هديه فوق البيعه. اوكي ليتس جو. لا بجد، فيديو النهارده، لا بجد النهارده يعني الفلوس دي او الارباح دي عملتها بالظبط في خلال 10 ايام. نقدر نقول اسبوع لو شلنا يوم الجمعه والسبت، يعني 8 ايام مش هتفرق كتير. وهقول لكم النهارده عن التجربه الشخصيه بكل الشركات اللي انا اشتريت فيها وبعت امتى واشتريت امتى فيها. لكن من الحاجات مش هتبقى دقيقه بالظبط قوي برضو، لان الموضوع بيبقى ممكن يبقى صعب شويه لو انا كل شركه هاخدها اسجلها، لان برضو الفيديو ده كان مطلوب مني، فانا ما كنتش بصراحه بتراك قوي. بس انا فاكر الشركات بالظبط، وفاكر كنت ارباحها كام، لكن مش فاكر كان راس المال حطيته كام في كل شركه. بس انا فاكر حوالي 9 شركات او 8 شركات اللي انا كنت شاري فيهم. وبالنسبه الفلوس دي انا سالفها من ابويا عايزها اصلا دلوقتي عشان نازل، بس انا استلفتهم منه عشان اصور بيهم الفيديو. بس مش مشكله، الفلوس تحت في المكنه، ممكن انزل اجيب لو عايزين يعني. بس الحقيقه ان انا خسرتهم 1 اكس بت. ما علينا، فتعالوا نبدا باول شركه. بس قبل ما نبدا الشركات، تعالوا بس نقول ان الفيديو هيبقى ماشي ازاي. انا هبعت لكم شاشه، او هيبقى في شاشه سواء هنا او وايت بورد عاديه، هكتب فيها الشركات او سواء اللوجو بتاعها، وهعمل فيها انا كسبت كام في خلال الفتره بتاعت المضاربه عليها او الاستثمار فيها. وهيبقوا الشركات من الاقل للاعلى استثمار، او من الاقل للاعلى عوائد، يعني بمعنى الاصح. والفيديو ده مش عشان افليكس بالفلوس او عشان اوريكم انا عملت ازاي. تعالوا اوريكم يلا عملت كام من البورصه وعملت مش عارف ايه. Where the fuck my blunt? Where the fuck my cup? Where the fuck my wrist? I'm smoking on kids. I'm smoking on kids. لكن الفيديو ده هو ليكوا في الاصل، لان هو الطلب منكم، وانا عامله مخصوص عشان الناس اللي طلبته، عشان تعرفوا الدنيا شغاله ازاي او البورصه شغاله ازاي. والناس اللي بتخاف منها تبدا تتشجع وتبدا حتى لو بمبلغ قليل، مش لازم مبلغ كبير. وبرده كان كمان راس المال بتاعي كان حوالي 9000 جنيه. يعني انا كنت بادئ ب 9000 جنيه وخلصت اخر الاسبوع كان معايا 10 معاهم، يعني كانوا بالظبط حوالي 18700 18800. لكن انا قمت يعني ايه، قلت ايه يعني حوالي ايه 19 لو شلنا ال 200 جنيه دي او حطيناها، انا هحطهم معايا. بس عشان ما نطولش الكلام، يلا نبدا الفيديو. يلا بينا. اول شركه وهي كانت سويدي الكتريك. سويدي الكتريك هي يعني ببساطه هي بتشتغل في الكابلات الكهرباء، وهي شركه دايما كانت بصراحه من اوائل الشركات اللي انا كنت اشتريت فيها اول ما بدات البورصه، وعمرها ما خيبت ظني ولا توقعاتي في الارباح بتاعتها. الشركه منظمه جدا، وحجم التداولات عليها متواضع، مش وحش خالص، مش وحش خالص زي باقي الشركات. وفي شركات كتير جدا احجام التداول بتاعتهم سيئه، لكن شركات زي اللي انا هقولها النهارده هي احجام التداول بتاعتها جباره. وفي نفس الوقت البيع والسهم، بيع السهم وشراه سهل جدا. وهنا اقصد سهل يعني سريع، تقدر تبيعه وتشتريه بسرعه، وفي نفس الوقت مش هتطول في البوزيشن بتاعك، وممكن تبيعه تي بلس زيرو. لو انت عايز تفهم يعني ايه تي بلس زيرو، فده ببساطه ان انت تشتري السهم وتبيعه في نفس الجلسه، مش لازم تستنى تي بلس 1 اللي هو يوم، او تي بلس 2 اللي هو يومين. والسويدي الكتريك انا ما كنتش شاري فيها ب 9000 جنيه، انا كنت فاكر ان انا كنت شاري فيها ب 1650 تقريبا او 1700 جنيه. وخلصت الاسبوع وكان معايا منهم 7% او 7.2% بالظبط. يبقى اول شركه معانا السويدي 7.2. تاني شركه وطبعا كلنا عارفينها، وهي ابو قير للاسمده، اللي حققت عوائد في 2023 كانت مهوله، تصل الى 100% لبعض المستثمرين، تصل ل 100% من لبعض المستثمرين. وكمان في ناس قبلت 2023 كانوا بادئين من قبل كده كسرين ال 120% من الارباح. والشركه دي كنت استثمرت فيها برضو ب 1650، وانا فاكر ان هي كانت نفس يوم او نفس جلسه السويدي الكتريك، ودي كسبت فيها 7.8 او 7.88% عشان اكون دقيق. وهي كده بتحتل المركز الثاني من الاستثمارات اللي انا عملتها اخر اسبوع بنسبه 7.8. يبقى ابو قير 7.8. ثالث شركه معانا هي حديد عز. بعد ما غلوا اسعار طن الحديد وظهر لهم فاينانشال ستيتمنتس كويسه، انا كنت بقراها وكنت بشوف يعني الدنيا ماشيه ازاي. وكمان بعد التحليل الفني لقيت ان ممكن يبقى ليها بوتنشال ان هي تجيب لي مثلا في خلال 3-4 ايام 5%. فيعني قلت اشتري فيها، كنت شاري فيها ب 950 جنيه، وكنت قعدت حوالي 3 ايام فيها، وقمت سحب على طول فلوسي بمكسب حوالي 7.9 يعني 8%. وفي اخر الفيديو هقول لكم ازاي تحللوا السهم فنيا او ماليا. بس ماليا دي ممكن تاخد لها وقت طويل جدا، فدي ممكن حتى نعملها كورس لوحدها.
لكن ببساطه هقول لكم الابلكيشن اللي انا بستخدمه عشان تحلل فنيا السهم عليه. ويبقى كده معانا حديد عز المركز الثالث بنسبه 8%. رابع شركه معانا الاسكندريه للزيوت. طبعا الشركه دي من الشركات المفضله ليا سواء تحليليا او ماليا بسبب الفاينانشال ستيتمنتس القويه بتاعتهم جدا والاداء القوي في بدايه 2023 من بدايتها لغايه نهايتها. فالشركه دي انا كنت حبيت احلل عنها فنيا ولقيت ان هي ممكن تبقى مناسبه ليا للارباح، فاشتريت فيها برضو، بس مش بصراحه مش فاكر المبلغ من اول الرابعه لغايه اخر شركه اللي هي التاسعه. انا مش فاكر حطيت مبالغ كام لان بدات ابيع في شركات واشتري في الشركات دي تانية على طول، يعني ما كنتش سايب المبلغ يقعد طول الاسبوع لوحده، كنت ببيع واشتري على فترات، وكنت بشتري برضو على فترات تانية. وفي اخر الفيديو هقول لكم تريكايه ازاي تبداوا الاستثمار صح. ويبقى كده اموك او الاسكندريه للزيوت المعدنيه خدت معانا المركز الرابع بنسبه 8.7%. خامس شركه، ودي بدايه بقى البيج توكس، ان هي قعدت معايا بالظبط 3 ايام تقريبا وجنت لي بالظبط 11% او 11.7%. واللي ما يعرفش بلتون، فبلتون من اقوى الشركات الماليه هنا في مصر، وزادت كمان اكتر بعد ما نزلوا طروحات لزياده راس المال اللي اسمها رايتس او ايشو رايتس. دي بتبقى ممكن برضو ليها فيديو تاني، بس ببساطه ان هي بيقولك ان احنا عايزين نزود راس مال الشركه، فيلا ننزل حاجه زي اكتتاب ثانوي او اكتتاب تاني اللي هو ايه، كله يشتري الحقوق وكل واحد له حقوق، هياخد السهم بسعر اقل او هياخد مثلا ديفيدنز بشكل اقل. ديفيدنز يعني توزيع ارباح، او ببساطه ان الشركه بتديك فلوس مثلا على كل فتره او كل كوارتر، ان شكرا ان انت مستثمر معانا، خد على كل سهم مثلا ربع جنيه. فبلتون كانت من الشركات القويه اللي عليها حجم تداولات جبار، وصل ل 4% على في كل ساعه تقريبا، كان بيزيد 4% لغايه ما وصل انه في يومين ثلاثه كان وصل اكتر من 65% و100%. وكان لها فتره كمان ايام ما كان بنص جنيه كان طالع 900%. ليها ارقام مرعبه هي والشركات اللي انا هقولها بعد كده. فالمركز الخامس خد معانا بلتون فاينانشال او بلتون الماليه بنسبه 11.7%. طبعا الشركه اللي جايه انتوا عارفين انا هقول ايه، هي شركه اسك او اسكوم، اسك للتعدين. الفيديو اللي انا كنت نزلته على التيك توك وكان في ناس قالت كلام مش كويس كده في الكومنتات، وكان في واحد كاتب لي كومنت انه هينزل 30%، قامت رفعت 30%، قام مسح الكومنت على طول. بس انا مش هحسب اللي قبل كده، انا هحسب ال 10 ايام اللي فاتوا بس، ودي كانت بالظبط جابت لي 12.9، نقدر نقول 13% في خلال 4 ايام بس. ويبقى كده المركز السادس معانا اسك للتعدين او اسكوم بنسبة 13%. الشركة رقم 7 دي بقى لسه مخلص النهاردة. نقطة مهمة يا جماعة، الفيديو ده المفروض كنت اعمله ان ازاي جبت 8000 جنيه في اسبوع، لكن النهاردة خلصت الجلسة بتاعت النهاردة. كان في شركة اسمها الاسكندرية القومية للاستثمارات المالية، دي النهاردة بس واصلة معايا ل 14%، بعت وهي 14%. قبل ما الجلسة تخلص النهاردة قمت مغير الفيديو خليته ان هو ازاي جبت 10000 من اصل 9000، يعني حوالي 105 او 106%. وبرضه قلت ان انا لازم اطلع الفيديو ده ليكم وان انا اغير بس نقط مهمه في الفيديو وانا بقوله. لكن للشركه دي النهارده كان التداول على سهمها جبار لدرجه ان السهم عالى اكتر من 14% في بالظبط حوالي 4 ساعات. كان بالنسبه لي كان فرصه جميله جدا، انا اصلا كنت عايز اشتريه بنسبه ان انا اطلع 5% وابيع في نفس الجلسه، ما طولش T+0، لكن حسيت ان هو ممكن يطلع اكتر والبوتنشال بتاعه اعلى، فاشتريته. فضلت صابر لغايه الدقيقه الساعه 2 تقريبا و13 دقيقه، بعت قبل ما الجلسه تخلص لان المزاد بيبدا 2 و15 دقيقه. يبقى كده الشركه اللي معانا في المركز السابع او الرقم 7 هي شركه انفي، او مش انفي دي خالص، هي الشركه الثانيه اللي اسمها الاسكندريه القوميه للاستثمارات الماليه بنسبه 15%. الشركه رقم 8 وبرضه دي من الشركات المفضله ليا والتوب بيكس بتوع اي وقت في 2023، هي كانت الشركه الوحيده اللي منزله توزيع ارباح بالدولار. كانت الناس بتروح تستلم من فروع مصر المقاصه التوزيع بتاع الارباح بتاعها بالدولار، فمثلا اللي كان معاه 1000 سهم كان مثلا بياخد حوالي $10 تقريبا او $13 بالظبط عشان اكون يعني بالظبط في الارقام. وكان في ناس يعني عملت ارباح جباره، لكن السهم بدا يعني يتدهور لتحت وتحت وتحت كمان، لكنه طلع النهارده وطلع امبارح يعني في خلال الفتره دي حوالي 12%، لكن عشان انا كنت شاريه في وقت كان السهم فيه قليل فهو جنالي ارباح 15%. الشركه بقى رقم 9 ودي التوب تير برضو من التوب بيكس بتوعي، هي اسكندريه للحاويات. اسكندريه للحاويات عملت ارباح للمستثمرين في 2023 و2022 ارباح يعني جباره. السهم ده كان اصلا ب 12 جنيه و13 جنيه هو وابو قير، مره واحده كده لانهم بداوا يطلعوا ويطيروا. تحليل فنيا او تحليل ماليا الاثنين كانت ايجابيه ليهم ان هم هيبقوا بولش او ان هم هيطلعوا لفوق. فلو جينا عملنا حسبه بسيطه وشفنا كل الارباح بتاعت الشركات دي هنلاقي ان احنا في الاخر عملنا 105% بالظبط او 104.8 بالظبط، مش عارف الحسبه بكام بصراحه،
يعني او اقدر اقول الدقيقه كام، لكن انا بتكلم معاكم يعني بصدر رحب شويه كنوع من انواع الفيديوهات التحفيزيه ليكم قبل ما تكون ليا، ان انتوا لازم تتشجعوا تبداوا في البورصه دي، او بلاش اقول البورصه دي، اقول المجال ده احسن، لان المجال ده برضو يتضمن الذهب. ده غير طبعا ارباح الذهب. الناس كتير جدا كسبت لما اشترت من اسبوعين 3 وجت تبيع الفتره دي، كلهم كسبوا، مفيش حد خسر في الفتره دي غير اللي اشترى بصراحه ب 3700 جنيه. ده انا مش عارف هو بيشتري ب 3700 جنيه على اساس ايه، لكن يعني ربنا يسهل له ويجيب فلوس. بس برضه حابب اقول حاجه مهمه جدا في الفيديو ده، ان الفيديو ده اولا مبدئيا كده قبل اي حاجه انا مش طالع فليكس بفلوس، Where the fuck my blunt? Where the fuck my cut? Where the fuck my wreath? ولا طالع اعدها قدامكم، ولا طالع اقول انتوا ما بتعرفوش تعملوا فلوس انا بعرف اعمل، I'm swinging on kids. ولا طالع اقول لكم تحت في الديسكربشن هيبقى في كورس او هيبقى في سكريبتات طياره وسكريبتات تفاحه. اي نعم في كورس قريب هينزل على الويب سايت، ولو ما شفتوش الويب سايت فالويب سايت هيبقى في الديسكربشن تحت، فيه كتاب تقدروا تشوفوه، ويعني ممكن يعني تنفعوا اخوكم، يعني اخوكم تعبان الفتره دي شويه بس لا بجد بهزر. لو مش عايزين حتى تشوفوه فالمحتوى المجاني موجود في كل حته عندي على التيك توك واليوتيوب هنا، ولو لسه ما عملتوش فولو على التيك توك يا ريت تعملوا لي فولو، ولو لسه ما عملتوش سبسكرايب هنا يا ريت تعملوا سبسكرايب. بس الفتره الجايه هيبقى في كورس هنزله ان شاء الله على الموقع بتاع سويردي، بس مش هيبقى كورس ازاي تتداول وازاي تستثمر وازاي تجيب فلوس والكلام ده. الفيديو هيبقى ببساطه تعليم مبدئي لكل اللي مش فاهم البورصه. هشرح لكم البورصه، هشرح لكم الكلمات المتداوله في البورصه، وهشرح لكم ازاي تشتروا وتبيعوا، وايه المنصات، وتختاروا المنصه المفضله ليك على اساس ايه، وحاجات كمان كتير زي مثلا السوفت ويرز اللي انتم محتاجين تستخدموها، او امتى تبقوا فاضيين للاستثمار او المضاربه، لان في فرق بينهم في الترمات، شورت تيرم ولونج تيرم. وهنخلي البساط احمدي شويه في الكورس، يعني مش هيبقى برضو بالطريقه اللي احنا بنتكلم بيها دي، هيبقى يعني الموضوع ابسط من كده بكتير. بس يعني حابب اقول لكم ان الاسعار هتبقى رمزيه جدا، انا مش بعلي في اي حاجه. انتوا لو شفتوه حتى عند الويب سايت هتشوفوا المرشات بتاعتي مش هتلاقوها غاليه، يعني يا رب ما تلاقوهاش غاليه، او هتلاقوا الكتاب برضو مش غالي باذن الله. كمان الكورس برضو مش هينزل باسعار وهميه زي اللي احنا بنشوفها 5 و6000 جنيه. انا بقول لك الكورس اصلا مش هيعدي ال 1200 جنيه، بس يعني ده كلام مبدئي عشان احنا لسه ما خلصناش الكورس باذن الله، يعني ممكن عادي يبقى تحت ال1000، معرفش على ما حسب ما اخلصه، وصبرا بالله هينزل ان شاء الله. استاذن انا بقى لان الحاج عايز الفلوس، وشكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو النهارده، اتمنى تكونوا اتبسطتوا، اتمنى يعني ان يكون ده بقى محفز ليكم ان انتوا تبداوا في مجال الاستثمار بعيدا عن شهادات البنك، وبعيدا عن هحط فلوسي في شقه ويلا اللي يجي يشتري. لا الموضوع بقى اليومين دول عشان احنا برضو مجال الاستثمار واسع وكبير، ومش لازم بس يبقى مقتصر على العقارات او على الذهب بس. ولو لسه بتتفرجوا على الفيديو لغايه دلوقتي يعني مش عارف اقول لكم يعني روح شوف حاجه كلها وانت بتتفرج على الفيديو لو انت لسه ما اتفرجتش عليه. وشكرا تاني ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو كله. انا مصطفى ودي سويردي، سلام عليكم.